مع بداية سنة جديدة أغلبنا بيحس بمشاعر متلخبطة، تفاؤل، خوف، ضغط، حماس، وإحساس خفي إن لازم السنة دي تكون أحسن. بس السؤال الحقيقي، هل بداية سنة جديدة معناها نضغط نفسنا أكتر، ولا نبتديها برحمة ووعي واهتمام بصحتنا النفسية؟ النهاردة هنتكلم بهدوء عن إزاي نحافظ على صحتنا النفسية في بداية السنة الجديدة من غير مثالية ومن غير جلد ذات. في 5 نقط هنناقشهم في الحلقة دي. أول نقطة، فك ضغط لازم السنة دي. أول حاجة لازم نعملها نخفف الضغط اللي بيجي مع الجملة دي: السنة دي لازم أنجح، أتغير، أحقق، أبقى أحسن. الضغط ده مش محفز، ده قلق متنقل في شكل طموح يقعد ينكد عليكي عيشتك، وتفضلي حاسة ان انت قليلة عشان ما حققتيش ان انت عايزاه. حافظي على صحتك النفسية انك تستبدلي كلمة لازم بنفسي. تفهمي ان التغيير رحلة مش قرار رأس سنة. تتقبلي ان انت انسانة بتغلط وبتتعب. تاني نقطة عايزة أكلمك عنها: سيبي اللي فات في مكانه. بداية سنة جديدة مش معناه إن الماضي اختفى، لكن معناه إنك تقدري تختاري تحمليه معاكي ولا تتعلمي منه وتكملي. اسألي نفسك: إيه الوجع اللي لسه مأثر عليا؟ هل لسه بلوم نفسي على حاجات عدت؟ هل في أشخاص استنفذوني ولسه في حياتي؟ الحفاظ على الصحة النفسية بيبدأ من مسامحة النفس، قبول انك عملتي ايه قدرتي عليه وقتها، انك تسمحي لنفسك تبدأي من مكان جديد. تالت نقطة عايزة اكلمكم عنها: ان كفاية اهداف مادية، حطي اهداف نفسية مش مادية. كل سنة بنكتب اهداف، شغل، فلوس، وزن، انجازات، بس قليل اللي بيكتب عايز ابقى اهدى، عايز احترم حدودي، عايزة اسمع نفسي، عايزة اقلل جلد الذات. اهداف نفسية بسيطة زي اقول لا من غير ذنب، اتعلم اخد بريك لما اتعب، اختار نفسي مرة على الاقل كل يوم. دي اهداف عظيمة حتى لو محدش شافها. النقطة الرابعة اللي هكلمكم عنها هي مش نقطة قوي، هو روتين نفسي بسيط هتمشي عليه. مش مطلوب روتين مثالي، مطلوب حاجات صغيرة بس لازم تبقى ثابتة، زي مثلا 10 دقايق هدوء في اليوم بدون سوشيال ميديا، بدون ما تكلمي حد، كتابة مشاعر بدل كتمانها، كمان تقليل المقارنات والسوشيال ميديا، نوم كفاية، أكل ورعاية للجسم مش عقاب ليه. افتكري دايما إن الجسم والعقل فريق واحد، وما ينفعش نعتني بواحد ونهمل التاني. النقطة 5، العلاقات في السنة الجديدة. من أهم أسئلة بداية السنة: مين هكمل معاه؟ مين محتاجة أسيبه بهدوء؟ حافظي على صحتك النفسية، إنك تقربي من اللي يطمنك وتبعدي عن اللي بيستنفذك، وما تبرريش أذى باسم عشرة. مش كل الناس ينفع تكمل معانا سنة جديدة. الخلاصة: السنة الجديدة مش صفحة بيضة زي ما كلنا فاكرين، هي صفحة مكتوبة أصلا بس فيها مساحات فاضية تقدري تكتبي فيها براحتك. اهتمي بصحتك النفسية لأنها أساس أي نجاح وأي علاقة وأي بداية حقيقية. لو الحلقة دي لمستك اكتبي في التعليقات ايه أكتر حاجة محتاجة تعمليها عشان نفسيتك السنة دي. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك، لو استفدتي من الفيديو اعملي مشاركة لأصحابك. سلام.